السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تتبيلة للديك الرومي اطلع التسوية بتاعته مظبوطة. اول حاجة هنجيب الديك الرومي ونغسله بالدقيق والملح وبعدين نشطفه تحت مية جارية، بعدين اعمله محلول النقع واحطه في محلول النقع لمدة ساعة، بعدين هغسله كويس واحطه في مصفى لان انا عايزاه جاف من اي سوائل. هنعمل التتبيلة الاولى: معلقة كبيرة من عسل النحل، معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، والتوابل معايا هنا 5 فصوص حبهان، معلقة كبيرة من بودرة قشر البرتقال المطحون، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بصل بودرة، معلقة كبيرة توم بودرة، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة من الكركم. اولا هاخد الحبهان وهفتحه واطحن القلب بتاعه وهضيفه على التتبيلة بتاعتي. لو انت عندك حبهان مطحون حطي ربع معلقة، انا ما كانش متوفر عندي فطحنت قلب الحبهان وضفته. بعدين هنزل بالتوابل بتاعتي على الخلطة وهضيف نص كوباية من المية وهضيف نص كوباية تاني بس مش دلوقتي. هقلب الخليط كويس. احنا كوباية المية دي ممكن نستغنى عنها لو ضفنا كوباية كاملة من عصير البرتقال. هي اصل التتبيلة ان احنا نضيف كوباية من عصير البرتقال، بما ان انا كان عندي قشر برتقال ومش متوفر عندي عصير برتقال فضفت كوباية من المية مع قشر البرتقال، هتدينا نفس الطعم ونفس النكهة برضو. هجيب بولة تانية ومصفى وهصفي الخليط بتاعي من اي شوائب، وبعدين هجيب مصفى اضيق او شاش وهصفي فيها الخليط بتاعي مرتين علشان اخلص من اي شوائب حتى لو خفيفة في الخليط بتاعي. بعدين هجيب السرنجة واملاها بالخليط وابدأ احقن الديك الرومي في كل مكان. اهم حاجة نتوصى شوية عند منطقة الصدر نحقنها كويس. دلوقتي هركن الديك الرومي واعمل التتبيلة التانية. في الكبة بتاعتي هضيف بصلة كبيرة، معلقتين كبار من الكاتشب، 4 فصوص من الثوم، واحدة طماطم كبيرة او 2 صغيرين، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، معلقة كبيرة من الصويا صوص، والتوابل معايا هنا من كل حاجة معلقة صغيرة، كمون، كزبرة، بابريكا، بودرة مرق الدجاج، والشطة والملح والفلفل الاسود نص معلقة. هخلط الخليط كويس في الكبة بتاعتي، انا عايزاه ناعم جدا. بعدين هدهن الديك الرومي بتاعي من كل ناحية بالتتبيلة بتاعتي، وهجيب الصينية بتاعتي حاطه ورق ألمونيوم وورق زبدة وهفرد شوية من التتبيلة تحت الديك الرومي، وبعدين هكتفه وانزل بيه في الصينية. بعدين هقفل عليه بورق زبدة كويس وهحط له كذا طبقة من ورق الفويل. دلوقتي انا مسخنه الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، هحطه في الرف اللي فوق الفرن مباشرة لمدة ساعة ونص. بعد الساعة ونص هرفعه على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 وهشيل الفويل وهسيبه يستوي ويكمل سواه وياخد لون وتحميرة. كمان كل شوية هدهنه بالفرشة من السوائل اللي موجودة تحته في الصينية. ده كده شكل الديك الرومي بتاعنا. كمان جهزنا معاه شوية رز بخاري طعمهم كان تحفة، كانت الأكلة كلها جميلة جدا مع سلطة زبادي أو سلطة خضراء، كانت أكلة متكاملة. دي كانت وصفة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم أتمنى تعملوا شير ولايك للفيديو، تدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.